السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، يلا بينا نشوف هنعمل وجبة ايه النهاردة. هنعمل بط وكرنب. ده كرنب، بطاية بلدي كده مقلوظة كده وحلوة. وهنعمل معاها كمان كرنب. ده كرنب والله كرنب يا جماعة. الكرنب هو هنا كده شكله، وبيكون طعمه نفس طعم الكرنب المصري. معانا بقى هنا 5 كرنبات كده قرطاس صغيرين، مع بصلتين، مع 5 فصوص توم، مع التوابل، مع الصلصة. هنحط حلتين اتنين كده على النار ونسمي الله ونبقى. كانت المية غليت، مية السليق كانت غليت، ومية بتاعت البطة كانت غليت. كده هحط البطة واسيبها بقى كده مع نفسها من غير اي اضافات. هحط معاها كبدة وقنصة كمان كانوا جايين في وسطها وكده، واسيبها بقى كده على نار مع نفسها عالية لمدة 10 دقايق، وبعد كده هرجع لها تاني. هنا مية السليق الكرنب كانت جاهزة، حطت ملح وكمون علشان خاطر القولون وعلشان خاطر الحموضة وما يتعبش المعدة. كانت المية هنا غليت، ومعانا أول قرطاس من الكرنب. أيوة، هو اسمه كرنب قرطاس يا جماعة عشان هو شبيه من القرطاس. لو هي الكرنب عندك بيت بقالي يوم يعني، ممكن هيكون سهل الطريقة ديت، نورق ونحط في المية على طول. ولو لسه جايباه فريش، ممكن اخد الراس بتاعته دوران كده زي طريقتنا المصرية الطبيعية، واحطه في قلب المية واسيبه. وبرضك هتابع معاه هنا، برضك هولع على تخديعة بتاعة المحشي. هحط حبة زيت الأول علشان خاطر الطاسة كانت سخنت والسمنة ما تتحرقش مننا. معانا هنا بصلتين اتنين و5 فصوص من التوم. هحط تلت الكمية واسيب التلت، هحتاجهم تاني. خلوكم معايا وما تجروش الفيديو عشان تعرفهم تكات في الفيديو ديت. معانا هنا بقى من التوابل كمون وشطة وكزبرة وفلفل اسود وملح. هحط تلتين التوابل ما عدا الشطة، مش هنحط منها خالص دلوقتي. ما ينفعش نحط الشطة على النار مع البصل. طب هنعمل ايه بقى بالتوابل الباقية ديت؟ اصبروا عليا هتشوفوا دلوقتي. محشي يعني زيت وصلصة معروفة يا جماعة، فما نستخسرش. مش كل يوم بنعمل محشي. ايوه، التوابل اهي حطيتها على البصل اللي كان باقي هنا. معايا هنا بقى كان زيتين من الصلصة، واحنا في مصر بنقول عليهم برطمانين صلصة. بنحط بقى طماطمية معاهم كده، وهضرب الصلصة تاني كده علشان خاطر ارجعها تاني تكون فريش كده وحلو. وهنا الصلصة مش وحشة، الصلصة هنا جميلة، ومدة صلاحيتها بتبقى 15 يوم، فبتكون الحاجة نكهتها لسه فيها كأنها فريش. هنا بقى الصلصة البصل كان احمر كده، بالثوم كان احمر يصفرهم كده وبقوا حلوين ولونهم ذهبي. بنزل بقى بالطماطم كده واقلب بقى الطماطم مع البصل مع التوابل كل ده ببعضه علشان خاطر كله يتجانس كده مع بعض كده، ويبقى خلطة حلوة كده جبارة للمحشي. واسيبهم كده مع نفسهم زي ما سبت البطة كده على النار. واركز هنا بقى تاني مع ايه بقى. اركز بقى دلوقتي مع مع السلق بتاع الكرنب. لا اله الا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله. خلاص كده كان الورق اللي بيتسلق بطلعه واحط غيره. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الكرنبايه الصغيره دي؟ اه، دي كرنبايه يا جماعه. كده الصلصة بقى لونها بقى ما شاء الله عليه، كانت حلوة قوي ومش هتحتاج طماطم تاني. ملحوظة بقى علشان خاطر الطماطم ما تطلعش مننا على البوتاجاز وتغرق الدنيا زي ما بنعمل كل مرة. بحط مقصوصة ايدها تقيلة كده في قلب الحاجة اللي انت بتطيبي فيها الصلصة، تعمل توازن للصلصة علشان خاطر ما تكبش على البوتاجاز ولا ترطش على اي ايه الحيطة ولا تبهدل الدنيا. تمام. انا هنا حطيت ايه في اللحمه؟ انا حطيت ورق لوري ورق لوري وفلفل اسمر وكمون وكزبره وبصلايه وكمان طماطمايه.
كده تمام. بعد ما غليت اللحمة كده بقى بوطي عليها الطيب بقى مع نار هادية. خلاص التسبيكة كانت كده 10 على 10 ما شاء الله. بدأت تنشف منها المية خالص. كده بقت حلوة قوي قوي قوي. وده المطلوب، لازم تكون المية ناشفة من عليها بمحشي الكرنب بالذات. عندي بقى هنا ربطة خضرة محشي ظبطتها كده، غسلتها وقطعتها كده وهحطها هنا دلوقتي مع البخار بتاع الصلصة. وانا طافية عليها علشان خاطر سخونية الصلصة دي تعمل لي طريان في ورقة الخضرة، لان عندنا الورقة هنا عريضة وبتكون ناشفة شوية مش زي بتاعت مصر نهائيا. فالحركة دي بتخليها طرية كده وحلوة، بدل ما تكون حاجة كزة كده في سناني كنت بتاكل المحشي ولا حاجة، لا بيكون طبيعي. هنا بقى كنت غاسلة كيلو رز وركناه على جنب، وجيتني حطيته بقى على الخلطة هو كمان وشوحته. انا هنا بقى رحت اجيب عود نعناع كده بقى، هقصقصه حتت صغيرة كده واحطه على الرز بالخلطة كده اظبطه كده. يا خلاص كده بقى خلاص. انا كنت قعدت هنا لف حلة محشي، يعني قاعدة على الارض كده وناخد راحتنا علشان خاطر رجلنا ما تتعبناش من الوقفة. حطيت هنا في ارضية الحلة ورقتين من الكرنب، وهلف المحشي كده صباع فريح صباع كده، والف الحلة دايما يدور، بحيث ان انا ازود الشوربة تكون كل صباع طايله من الشوربة ويطيب كلها في وقت واحد. انا بلف المحشي وايديا في حلة اللي فيها الرز علشان خاطر الرز الزيادات اللي بيطلع من الصوابع يقع في الحلة وما يقعش بين الصوابع، والحلة تبقى شكلها مش عاطفي ولا يبقى الصوابع شكلها مش عاطفي. تاني حاجة بقطع الكرنب كده من العروق وبجهزه على اللف، بحيث ان انا ايديا بتكون انعاصت من التخديعة، وباخد بورق في ايديا ما تبوظش الكرنب كله. فاخد كده من البداية واسيب النضيف اللي يتبقى عشان خاطر اسيبه عادي اوديه في التلاجة استخدمه مرة تانية في الفريزر يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى الأولاد كانوا بيلعبوا حواليا، شوية يترزلوا شوية يسمعوا الكلام، ربنا يهديهم يا رب ويهدي لكم أولادكم انتوا كمان، ويرزق كل واحد كل ما يتمناه يا رب العالمين. على قد نيتكم ربنا يرزقكم ويكرمكم. ما تنسوش تكتبوا في التعليقات طريقة العمل المحشي ده انتوا كمان بتعملوها ببلدكم ولا الطريقة مختلفة. انا هنا كنت سرعت وقت الفيديو علشان خاطر الوقت ما يطولش عليكم. انا بقالي يومين اتنين بمنتج في الفيديو ده يا جماعة والله العظيم. هنا بقى محمد كان قاعد جنب مني معتقد ان الحلة دي رق ما تخلص لف يبقى كده المحشي استوى وهياكل منه. يلا يا ماما عشان خاطر ناكل محشي. كنت اديته بقى ايه باخد بقى. ورجعنا تاني على البوتاجاز وكانت حلة المحشي خلاص خلصت يا جماعة. كان عندي عيدين حطيتهم عليه، وحطيت طبق صيني او اي طبق انتوا عندكم ممكن تستخدموه. الطبق ده بنحطه علشان خاطر لما احط الشوربة ما الشوربة ما تفككش صوابع المحشي مني، وكمان بيكتم البخار فيخلي المحشي يطيب بسرعة. انا هنا كنت حطيت 3 مغارف من الشوربة عليهم معلقتين من الصلصة عشان خاطر يعزز اللون معايا في المحشي. كان في خضرة محشي بقى طلعت كده على الطبق من فوق. مفيش مشكلة، كل ده مع التشريب هينزل تاني للمحشي. وهشيل الغطا ده امتى؟ لما احس ان هو خلاص قرب يستوي بعد 10 دقايق بوطي عليه لمدة ساعة الا ربع.
بكده بقى يا جماعة كان الحمد لله الأكل خلاص خلص على خير. كانوا حبة محشي زي الفل ما شاء الله، كان نفسنا ناكل في الجنينة بس الجو كان شتاء يوميها. وده الشكل النهائي الأكل بتاعنا، المحشي والشوربة والبطاية المقلوظة الحلوة البلدية كده، البطة البلدي الحلوة، وقطعتين من الليمون علشان خاطر لزوم الشوربة. يا ريت الريحة بتطلع من التصوير، كنت شميت ريحة المحشي ما شاء الله. كده الفيديو يكون خلص، متنسوش تحطوا اللايك والاشتراك. لازم نهز الحلة كده علشان خاطر الشوربة تنزل في كل الحلة وكل الصوابع تشرب من الشوربة. بياخد 10 دقايق على نار عالية، وبعد كده نص ساعة على نار هادية، وعلى حسب الكمية اللي انتوا عاملينها يا جماعة، برضك على حسب نوع البوتاجاز بتاعكم. كده كنت خلاص خلصت المحشي، وبألف هنا وشفا يا رب. كان طعمه حلو قوي وطلع الريحة، والله كان ريحته ما شاء الله تحفة قوي وحلو. ولا الشوربة كانت ما شاء الله عليها، البطاية كانت بلدي، كانت عاملة شوية شوربة محترمين. كده يا جماعة يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك علشان بتعب جدا في المونتاج وفي التصوير. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب ما اكون طولت عليكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس. سلام.